حصن شالي أو قلعة شالي ده المكان اللي بناه أهل سيوة عشان يحموا نفسهم من الغزاة. ده يعتبر من أهم المعالم السياحية الموجودة هنا في سيوة. Waouh, c'est vraiment المنظر هنا بجد جامد. انت تقدر عينك تجيب كل سيوة كلها من هنا، من المكان ده. On a la forteresse de Chaly et on peut avoir une vue d'ensemble sur toute la ville de Sivas. مقبرة أمون اللي اكتشفوها بالصدفة لما كان أهل سيوة بيهربوا أيام الحرب العالمية التانية عشان يستخبوا في الكهوف. دي غرفة تتويج الإسكندر الأكبر. مساء الخير، دي غرفة تتويج الإسكندر الأكبر. تمام؟ تم تتويجه هنا. تمام؟ تعالوا بصوا معايا. طبعا معبد أمون معبد فرعوني. ده الكلام التاريخي بتاعه. طبعا في حاجة اسمها لعنة أمون. كان معاه 20,000 جندي، كان جاي علشان يهد معبد أمون. فكهنة أمون عملوا حاجة اسمها لعنة أمون. هم 20,000 جندي دفنوا في بحر النيل العظيم. ده هنا في الصحراء الغربية. والله كله تمام الحمد لله. دايما يا رب. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك حبيبي، الله يعزك يا رب. أهل سيوة الله الطيبين يخليك. الحلوين. أيوة معايا الباشا. عايزك تحكي لنا كده عن تاريخ قلعة شالي والمسجد الأقدم في مصر وإيه نظامهم وتاريخهم بالظبط يعني. بص، سيوة